اهلا بيكم في حلقتنا النهارده. هنتكلم عن مواضيع حساسه جدا وناس كتير بتخاف تتكلم عنها. هنتكلم بقى عن الحلقه دي النهارده مواضيع اصلا بتاثر على اولادنا بشكل كبير وكمان بتاثر علينا. هنتكلم عن مواضيع زي التحرش الجنسي وازاي نحمي الاولاد منه، وكمان هنتكلم عن التوعيه الجسديه وازاي نخلي او نعرف الاولاد ان هم ازاي يحافظوا على خصوصيتهم الجسديه، وكمان هنتكلم عن العاده السريه وهل هي طبيعيه او صحيه ولا لا، وازاي الاولاد يتعاملوا معاها. هنتكلم عن كل ده بدون تخويف او حتى احراج. تابع معايا عشان تستفاد اكتر. في البداية هنتكلم عن التحرش. ايه هو اصلا التحرش؟ هو عبارة عن اسلوب او تصرفات مش مريحة او مش مناسبة، سواء بقى يكون تحرش جسدي اللي هو عن طريق اللمس في مناطق ما ينفعش حد يلمسها، او حتى نظرات مش مريحة، او ان هو مثلا في اماكن برضو مش مناسبة، او حتى الفاظ اللي هي الالفاظ اللي هي الجنسية، او الفاظ مش مناسبة للكلام، او حتى مش مناسبة اللي هي الفاظ تلميحات وحشة. وكمان ان هو بيحصل التحرش ده من ناس كبيره اللي هو سن كبير عادي، وممكن كمان ودي الكارثه اللي هي منتشره اصلا اليومين ده، اول حلقه معموله عشانه ان بقى بيحصل من الاطفال اكتر من الكبار. علي النعمة انت بتتكلم صح طبعا. وحوادث التحرش الأخيرة أثبتت إن مش لازم يكون المتحرش شخص غريب، ده ممكن يكون حد من عيلتك، أخوك مثلا، أو حتى زميل أو جار، أو حتى المدرب، أو حتى أي، مهم إنه يكون شخص، حتى ممكن يكون شخص كبير بيستغل براءة الطفل أو قلة خبراته، وممكن تكون حتى اللي بيتحرش ده طفل زي ما احنا قلنا من شوية. طب أنا كولي أمر أعرف إزاي إن ابني اتعرض للتحرش؟ مبدئيا هو مش هيجي يقول لك أنا حصل لي كذا، لأنه ممكن يكون اللي عمل الشخص ده هو مهدده مثلا، او عامل الحاجه دي مهدده مثلا ان هو لو اتكلم هيحصل له حاجه. بس في شويه علامات انت ممكن تعرفها كولي امر، زي ان هو بدا ان هو يتجنب شخص معين، او ان هو يكون منطوي ويبعد عن الناس ويقعد لوحده، او ان هو بدا بيحلم بكوابيس او حاجات غريبه، او ان هو مثلا بيحصل له تبول لا ارادي بدون سبب طبي واضح، او ان هو بيسال حاجات اكبر من سنه. طب احنا ازاي بقى نبدا نحمي او نعرف نحمي اولادنا من ان هم يتعرضوا للتحرش؟ اول حاجه لازم ان انت تكون بتتكلم معاهم وتعرفهم ببساطه ان جسمهم ملكهم لوحدهم، وان ما ينفعش حد يلمس فيه، او في مناطق معينه ما ينفعش حد يقرب منها. وكمان نعرفهم ازاي يقولوا لا، وان هم يتكلموا لو حصل لهم اي حاجه او حد يغصب عليهم باي حاجه يرفضوا رفض تام ويقولوا لا. وكمان ان انت حاول ان انت بقدر الامكان تكون قريب منهم، بحيث لو حصل اي حاجه يجوا يتكلموا معاك كولي او كاهل مثلا او شخص، من دون ما يكون مثلا في خوف او احراج. وكمان تعرفهم ان في اسرار عاديه وفي اسرار خطيره، يعني لو حد قال لهم لا ماما او بابا ما يقولوش، اوعى حد من الاثنين دول ما يعرفهم، يجوا يحكوا على طول، وان في فرق بين لمسه عاديه ولمسه غلط. وكمان نتكلم معاهم ونكون نخلي بالنا من الناس اللي قريبين منهم، وان مش اي حد يتساب اولاد او نسيبهم معاهم حتى لو الشخص ده كان قريب جدا. برافو عليك. والتاني موضوع هنتكلم عليه وهو موضوع خطير جدا، هو عند الأطفال والمراهقين، وهو العادة السرية. إيه هي أصلا العادة السرية؟ العادة السرية لما الطفل أو المراهق يبدأ يلمس جسمه أو يستكشف جسمه، وكمان بالذات في المناطق الحساسة، بهدف إن هو يحس بالراحة أو إن هو يحس باللذة. وده ممكن بيحصل بسبب التوتر أو خوف، أو حتى إن هو يجرب الشعور، أو كمان ممكن يكون بسبب غير واضح. وموضوع العادة السرية أو إن هو يستكشف جسمه ممكن يكون طبيعي في سن معين، وإن هو أصلا عند الأطفال بيكون طبيعي لانه بيبدا يستكشف جسمه، بس بيبدا ان هو يكون خطر وغلط امتى؟ اول حاجه لما يكون الموضوع بشكل مبالغ فيه بيتكرر على طول، او ان هو بيبدا ياثر عليه سواء في الصحه النفسيه او حتى الحياه الاجتماعيه او حتى في الدراسه او في الحياه عموما. وكمان برضو بيبدا ان هو يبدا مثلا ان هو يعمل حاجات زي دي او يستكشف او يعمل الافعال دي قدام حد بدون مثلا حاجه او كسوف. فانا ازاي اساعد الطفل او المراهق ان هو يمتنع عن حاجه زي كده او ان هو يتعامل مع العاده السريه؟ اول حاجه لما تعرف حاجه زي كده ان انت ما تهزش الدنيا وتتعصب بقى وتزعق، لا، فهمه الدنيا بالراحه وفهمه الاضرار بتاعها وان هي غلط. وكمان ان انت تبدا تتكلم معاه او ان هو تشغله عن حاجات تانية، زي ان هو مثلا رياضه، يلعب رياضه او يتعلم مهارات معينه او الرسم حتى. وكمان برضو ان انت تعلمه ازاي يقدر يتحكم في قدرة ان هو يتحكم في نفسه، وان هو يقدر يتعامل مع مشاعره ازاي. وكمان تبدا ان هو تشوف المحتوى اللي هو بيظهر، ان هو تمنع عنه او اي حاجه بتزود الرغبات او تزود المحتوى او الاعلانات اللي بتطلع صدفه.
ولو لقيت مشكله او في مشكله في ان انت تتحكم ان الطفل يتحكم في الموضوع دوت او ان هو يتحكم في نفسه، لازم ساعتها تتوجه لمختص عشان يساعده. برافو عليك. وتالت موضوع هنتكلم عنه هو موضوع بشكل عام هو التوعية الجسدية، ان هو ازاي تعلم الاولاد عندك او الاطفال من سن صغير او حتى المراهقين التوعية الجسدية بجسمهم، يعني تعرفهم الاجزاء بتاع جسمهم ووظيفة كل عضو فيه، وكمان تعرف برضو المفهوم او المفهوم الحدود النفسي او مفهوم الحدود الشخصية، اللي هو كل طفل وان هو ليه اجزاء الجسم بتاعك ما ينفعش حد يلمسه، وان انت جسمك ملكك لوحده. وكمان تعلمهم برضو ان هم يقولوا لا، وان هم حتى لو في حاجه حصلت مش مريحه ان هم يرفضوا ان حاجه زي دي تحصل. وكمان تعرفهم الفرق بين الاسرار اللي هي الخطيره والاسرار العاديه زي ما احنا قلنا في التحرش. بالنسبه للمراهقين فالتوعيه الجسديه بتاعتهم بتكون عن طريق ان يكون ولي الامر او الاهل عموما يعرفوهم التغيرات الجسديه اللي بتحصل لجسمهم والتفاصيل بشكل عموم بدون حرج او خجل، وده لانه بدل ما ان هو يلجا ان هو يتعلم من مصدر غلط زي مثلا صحابه او من النت، فبالتالي ساعتها يحصل مشاكل كبيرة. وكمان ان هو يتجنب ان هو يتفرج على المحتوى الغير مناسب اللي ممكن يسبب له ادمان المتعة السريعة. وكمان برضو يعرف الفرق بين الفضول اللي هو الصحي والادمان اللي ممكن ساعتها يسبب مشاكل سواء بتأثر نفسيا او عاطفيا. طب ازاي بقى الاهل ان هم يتكلموا مع اولادهم بدون مثلا يكون في احراج او خوف؟ اول حاجة لازم ان هم يتكلموا معاهم بشكل تفصيلي، يعني مثلا من دون احراج او اي حاجة، وان هو ما تهولش الدنيا وتخوفه. وكمان ان انت تبدا تتكلم عليهم وتتكلم معاهم بهدوء وترد على اسئلتهم بشكل تفصيل بدون خوف، لانه لو ما عرفوش منك هيعرفوا من اماكن تانية. وفي نفس الوقت برضو ان انت تتكلم معاهم وتعرفهم مفهوم الحدود الشخصيه. طب ازاي بقى الاهل ان هم يتكلموا مع اولادهم بدون مثلا يكون في احراج او خوف؟ اول حاجه لازم ان هم يتكلموا معاهم بشكل تفصيلي، يعني مثلا من دون احراج او اي حاجه، وان هو ما تهولش الدنيا وتخوفه. وكمان ان انت تبدا تتكلم عليهم وتتكلم معاهم بهدوء وترد على اسئلتهم بشكل تفصيل بدون خوف، لانه لو ما عرفوش منك هيعرفوا من اماكن تانية. وفي نفس الوقت برضو ان انت تتكلم معاهم وتعرفهم مفهوم الحدود الشخصيه. طب لو الطفل او المراهق اتعرض للتحرش ازاي ابدا اعيد نفسه تاني؟ اول حاجه ابدا اتكلم معاه بدون ما احسسه بعتاب او لوم واعرفه ان هي مش غلطته. وكمان ان انا ابدا اشجعه ان هو يقدر يتكلم معايا بدون خوف عشان ما يحصلش بس ان هو يكتم جواه. وكمان اشجعه ان هو يمارس انشطه جديده تخليه يرجع او يحس ان هو بقوته او يتحكم في حياته من جديد. وكمان لو حصل مثلا ان انا او ان هو يحتاج دعم اضافي ساعتها لازم اتواصل مع اخصائي او مختص نفسي. في النهايه يا عزيزي ان المواضيع دي مش عيب ولا حرام، بالعكس ده المفروض ان احنا نفهمها عشان نقدر نحمي نفسنا ونحمي اولادنا. الحمايه بتبدا بفهمك لجسمك ولحدوده، افهم واحمي نفسك وكمان شارك المعرفه. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، ويا رب طبعا تكونوا استفدتم واستمتعتم بالحلقه. سلام.